يوم الجمعة ده بستناه بفارغ الصبر، أصل روحي بتردلي فيه من أول وجديد. ده طبعا بيحصل لما بشوف فريدة بنتي المنفصلة عن والدتها من حوالي سنتين، وعشان أعوضها عن عدم وجودي معاها باستمرار بخرجها وبفسحها كل أجازة، ونقضي اليوم كله بره البيت نلعب ونتنطط سوا، لأنها بتحب تيجي الملاهي وتفضل من اللعبة دي للعبة دي لحد ما الدنيا تليل، فاضطر أرجعها لمامتها وأنا قلبي بيتقطع لأن اليوم خلص للأسف. وفي مرة وأنا سرحان فقت من شرودي في الماضي ومشاكله على حركتها وهي بتشد إيدي وبتشاور على راجل واقف بعيد وقدامه باترين إزاز. قربت معاها منه وساعتها سمعته بيقول: قرب لو عندك الشجاعة، جرب تعالى وشوف التاروت هيقولك إيه. دي الجملة اللي لفتت انتباهي في وسط كلامه وخلتني أتسمر مكاني. وقفت من مجرد ما سمعته، بصيت للشاب باهتمام. بقالي سنتين بزور الملاهي كل جمعة، ما شفتش الشاب ده هنا قبل كده. لحظتها قلت بيني وبين نفسي يمكن جديد هنا ولا حاجة، بس ازاي إدارة الملاهي تسمح بوجود حاجة زي دي؟ هم مش عارفين إن الطاروت ده؟ وقطعت تفكيري وشدتني من إيدي جامد وفضلت تهلهل وتقول: دي يا بابا عايز ألعب اللعبة دي عشان خاطري، والنبي والنبي عشان خاطري. مش احنا قلنا ما نحلفش بالنبي عشان حرام؟ طيب خلاص يا بابا بالله عليك أنا عايز ألعبها. رديت عليها وقلت لها: ما ينفعش يا فريدة، عشان اللعبة دي بالذات للكبار، مش شايفة الجماجم من على الباترينا ولا إيه؟ فراح ردت عليا وقالت لي: خلاص مش عايزة حاجة منك، يلا اتفضل روحني دلوقتي، والجمعة الجاية هخلي ماما تيجي وتجيبني هنا وتلعبها لي عشان هي بتحبني مش زيك. فراح رديت عليها وقلت لها: عارف إنها مش زيي وإنها ممكن تسيبك تلعبيها، ما أنت وأمك أهبل من بعض، بس والله اللعبة دي. وفي اللحظة دي قبل ما أكمل كلامي تليفوني رن، فبصيت لها وقلت لها: هرد على المكالمة دي بس، ولما أخلصها هفهمك اللعبة دي ما ينفعش تلعبيها ليه. قالت لي: ماشي أديني مستنياك، ويا رب بس تعرف تقنعني. ضحكت على لمضتها ورديت على شريكي كان بياخد رأيي في حاجة تبع الشغل، وأول ما قفلت معاه لفيت عشان أقول لها اللعبة دي بقى يا ستي. وقتها هي ما كانتش موجودة. لفيت حوالين نفسي وأنا بنادي عليها: يا فريدة، يا فريدة أنت فين؟ عينيا كانت رايحة جاية في المكان كله لحد ما لقيتها واقفة قدام اللعبة وبتكلم الشاب. قربت منها بسرعة وبمجرد ما بقيت وراها وكنت لسه همد ايدي واشدها، بس اللي سمعته صدمني. وكنتش قادر استوعب كلامه ليها وهو بيقول لها: الورقة اللي سحبتيها دي يا شاطرة بتقول في حاجة من الماضي هترجع تاني لحياتك وهتغيرها، بس مش هتعرفي تتهني بيها. قوليلي انت هنا مع مين يا أمورة؟ ردت عليه وقالت له: مع بابا، بس بيتكلم في التليفون ومش واخد باله مني. قال لها: هتحب أقولك على حاجات تانية ما تعرفهاش؟ قالت له: يا ريت يا عمو، دي شكلها لعبة حلوة أوي الصراحة. فراح رد عليها وقال لها: التاروت بيقول إنك بتشوفي كوابيس بالليل وفيها واحد عايز يقتلك. هزت راسها وقالت له: معاك حق يا عمو، بالليل بشوف كوابيس كتير وبروح أنام مع ماما عشان بخاف. في اللحظة دي ما قدرتش أمسك نفسي وما كانش ينفع أستنى أكتر من كده. قربت منها بسرعة وأنا بزعق لها وبقول لها: فريدة، وهي صرخت من الخوف ساعتها واستخبت مني ورا الشاب. وقفت قدامه وشدتها من كتفها وقلت لها وانا متعصب: مش قلتلك ما تتحركيش من جنبي؟ انت ليه ما بتسمعيش الكلام؟ ردت عليا وقالت لي: كنت عايز العب اللعبه دي بس والله ما عملتش حاجه وحشه، دي طلعت حلوه قوي يا بابا. الشاب اتدخل في كلامنا وقال لي: جرايه يا استاذ، دي طفله، انت بتعاملها على انها واحده كبيره ليه؟ هتفهمك وانت بتزعق يعني؟ ما تتقي الله يا اخي. فراح رديت عليه وقلت له: كنت انت اتقيت الله، وبعدين إيه اللي دخلك بيني وبين بنتي؟ بطل تستغل سذاجة الناس وتنصب عليهم حتى الأطفال مش رحمهم. رد عليا وقال لي: التاروت مش نصب، ده علم وكروت وكل حاجة ليها أصولها. رديت عليه وقلت له: علم؟ ما شاء الله على العلم، انت حتة نصاب لا رحت ولا جيت وبتستغل ضعف إيمان الناس مش أكتر. رد عليا وقال لي: على فكرة، لو مش مصدقني أنا ممكن أثبت لك. قلت له: هتثبت لي ازاي بقى؟ انا مستحيل اصدقك لو الدنيا اتقلبت قدامي. فراح رد عليا وقال لي: طب شايف اللعبه اللي هناك دي؟ قلت له: اه شايفها. قال لي: احفظ شكلها كويس. قلت له: احفظ شكلها ليه؟ ان شاء الله هتنقرض من العالم زي الديناصورات كده بالظبط ولا ايه؟ قال لي: لا، احفظ شكلها لانها هتقع وهيموت بسبب وقعتها 3 ولاد و4 بنات، وبكره تقول بتاع التاروت قال. حتى لو وقعوا من عليها ارتفاعها مش كبير قوي عشان يموت الناس، انت بس اللي حابب تعمل شو وتخوف الناس وتبين انك بتعرف في المستقبل، بس دي حاجه بيد ربنا، واللي يصدقك يبقى اشرك بيه. قلت له الجمله دي وسحبت فريدة من ايديها ومشيت لاني متأكد انه ما عندوش رد على كلامي.
ومع سحبتي ليها وضغطي بقوة على معصم إيديها اتفتحت في العياط. ولما خرجنا بره الملاهي ووصلنا لمكان هادي سبت إيديها وبصيت لها وسكت. كنت مستني إنها تبطل عياط علشان أعرف أتفاهم معاها، بس زيها زي كل الأطفال قعدت على الأرض وفضلت تعيط وتصرخ. فسبتها ووقفت مكاني من غير ما أحاول أراضيها حتى، لحد ما عرفت غلطها وقامت ونفضت هدومها وقالت لي عايزة أكمل اللعبة دي عاملة زي الكوتشينة وما فيهاش حاجة غلط، أنت ليه مش بتعمل لي حاجة اللي أنا بحبها؟ قلت لها اهدي يا فريدة وهفهمك. ردت عليا وقالت لي لو مش هتخليني ألعبها يبقى مش عايز أفهم حاجة، روحني البيت دلوقتي. رديت عليها وقلت لها طيب على الأقل نتعشى سوا. بعدها وصلت البيت يا ستي، قالت لي مش عايز آكل. بقول لك روحني، أنا عايز أروح لماما، عايزة ماما حالا. وقعدت تدبدب على الأرض زيها زي بقية الأطفال. قلت لها حاضر اتفضلي قدامي، وفعلا خدتها ووصلتها البيت. بس احنا وفي الطريق عديت جبت لها البيتزا اللي بتحبها. ولما وصلنا رنيت الجرس على مامتها استغربت قوي بسبب رجوعنا بدري، لكنها سابتها تدخل. وبعدها لفت وشها وقالت لي هي مالها مبوزه كده ليه؟ انت ضايقتها في حاجه صح؟ مش عارف حتى تحتوي بنتك يا اخي. قلت لها لا، الموضوع مش كده، هشرح لك بعدين، الوقت اتاخر ومش عايز حد يتكلم عليك. قالت لي طيب تمام. قلت لها نهله. قالت لي نعم، رجعت في كلامك وهتشرح ولا ايه؟ قلت لها لا 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 فعلا مش وقته خالص، بس لو فريدة طلبت منك توديها انت الملاهي من فضلك ما توافقيش. قالت لي اوديها ليه؟ ان شاء الله مش انت اللي بتوديها الملاهي؟ قلت لها ايوه، انا بقولك لو طلبت، اظن كلامي واضح. قالت لي يا سيدي واضح، هي عملت حاجة غلط هناك يعني؟ ده مش مهم دلوقتي، هي عملت ولا ما عملتش، خليها تاكل وتنام، وانا هكلمك بكره لما افضى وهبقى اشرح لك ليه طلبت منك تعملي كده. قالت لي ماشي حاضر مفيش مشكله. قلت لها يلا سلام، خدي بالكم من نفسك. قالت لي حاضر سلام. سبتها ونزلت ورحت بيتي على طول. ومع دخولي ليه حسيت بقبضة غريبة في قلبي، بس حاولت أتجاهلها ومددت جسمي على السرير. كنت فاكر إني هروح في النوم، بس للأسف كلامه كان بيتردد في وداني. معقول أنا والنهلة ممكن نرجع؟ فضلت طول الليل أفكر في السؤال ده رغم إني عارف إجابته، وده لأننا وصلنا لنقطة ما كانش ينفع نكمل بعدها، وإلا كنا هنكره بعض ومش هنقدر نحافظ على بنتنا. طب إيه حكاية الكوابيس والكلام الغريب اللي كان بيقوله الفريدة؟ يمكن لما أكلم نهلة بكرة تفهمني اللي بيحصل. اتصلت بيها الصبح بعد ميعاد نزول فريدة المدرسة، ردت على طول وأول جملة قالتها البنت طول الليل بتقول لي إنها عارفة هيحصل إيه في المستقبل، فهمني إيه اللي حصل. رديت عليها وقلت لها مش بالشكل ده، هي بس عشان ما ادتنيش فرصة اشرح لها، دي مجرد لعبة. قالت لي طب فهمني انا، انت كنت واخد البنت فين ولعبة ايه اللي بتقول عليها؟ رديت عليها وقلت لها هوديها فين يعني يا نهلة، اكيد زي كل مرة الملاهي. قالت لي امال ايه اللي فضلت طول الليل وجع دماغي بيه؟ وكمان ماشية فرحانة وبتقول لي عمو قال لي انك انت وبابا هترجعوا لبعض. رديت عليها وقلت لها عارف ممكن تسكت شوية وتسيبيني اشرح لك كل حاجة؟ قالت لي اتفضل بس بسرعة عشان الحق اعمل الغدا. قلت لها كان في واحد بيقرا التاروت في الملاهي. ردت عليا وقالت لي ايه التاروت ده؟ قلت لها كروت كتير كده، تقدر تقولي عليها حاجة شبه قراية الكف ووشوش الودع والجو ده، بتبين كل حاجة هتحصل أو حصلت على حسب قولهم. والعفريتة منعتها تلعبها بس هربت مني وأنا بتكلم في التليفون، واتفاجئت لما لقيتها واقفة مع الشاب بتاع الألعاب. ردت عليها وقالت لي انت ازاي اصلا عينك تتشال من عليها اصلا؟ ايه الاهمال اللي انت فيه ده؟ قلت لها كان معايا تليفون وما كملتش دقيقة وحذرتها ما تتحركش من جنبي لحد ما اخلص. قالت وبعدين إيه اللي حصل؟ قلت لها ولا قبلين. لما سمعته بيكلمها عن الماضي ويقول لها ان في حاجه هترجع، اتعصبت عليه واتهمته بالنصب وخدتها ومشيت، فما عجبهاش تصرفي وزعلت مني ولوت بوزها زي ما شفتي كده بالظبط. قالت لي طب خلاص حصل خير، يومين وهتنسى، وهفهمها ان ده غلط وانت ما تاخدهاش تاني الملاهي ما دام مضايقاك. رديت عليها وقلت لها ان كان عليا ما تقلقيش، والدور والباقي عليكي، مش عايزها تبلفك بالكلام وتخليكي توديها وتلعبيها. قالت لي ما عنديش وقت اصلا اعمل فيه كده، يا دوب بطبخ وبشوف شغلي لحد ما ترجع من مدرستها. قلت لها ماشي تمام، انا قلت بس افهمك عشان ما تستغلكيش. قالت لي لا لا ما تقلقش، تعالى خدها الاسبوع الجاي وهصفي الجو ما بينكم. قلت لها متشكر جدا يا رهله. قالت لي لا شكرا على واجب، يلا باي. قلت لها لا باي ايه استني. قالت لي في حاجه ولا ايه؟ قلت لها البنت كانت بتقول للراجل بتاع التاروت انها بتشوف كوابيس وبيحصل لها حاجات غريبه. قالت لي هي فعلا كذا مرة تيجي تنام جنبي بالليل، ولما سألتها في ايه تقول لي انا خايفة انام لوحدي. قلت لها طيب خدي بالك منها وبلاش تسيبها تنام لوحدها. قالت لي حاضر مفيش مشكلة.
قلت لها يلا روحي شوفي انت هتعملي ايه، ولو حصل حاجة كلميني. قالت لي ماشي. وقفلنا المكالمة على كده. قفلت معاها ونزلت الشغل واتسحلت طول اليوم. لكن أول ما رجعت البيت طلعت تليفوني واتصلت على فريدة. في الأول كانت زعلانة ومش بترد عليا، بس لما كلمت نهلة اديتها الموبايل. حاولت ألطف الجو معاها وما اتكلمتش خالص عن أي حاجة حصلت. وبعد ما خلصت كلام معاها وقفلت سخنت لنفسي الأكل وقعدت أقلب في الفيس وأنا باكل. وقتها بقى لفت نظري بوست على الفيسبوك عن حادثة حصلت في الملاهي ومات بسببها 7 أطفال. وأول حاجة جت في دماغي الكلام اللي قالهولي بتاع الطارود.